السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبته ومن والاه. يا ريت اللي يسمع الفيديو بتاعنا وما اشتركش في قناتنا يشترك في قناتنا، ندعم الفيديو باللايك والشير والتعليق الجميل. عرفنا ندعم الفيديو عن طريق شكرا أو سوبر شات، يبقى كتر خيركم. موضوعنا النهاردة مهم جدا، طرطقوا ودانكم واسمعوا اللي هقوله كويس. القنوات كلها بتاكل في بعضها، المتابعين كلهم بياكلوا في بعضهم. في مشكلة عندنا كبيرة في وسط المتابعين وأصحاب القنوات. صاحب القناة بياخد حيز كده مع شوية متابعين والباقي يركنه، وده عيب طبعا، لأن اللي بيخش قناتك هو ضيف في بيتك، ليه احترامه زيه زي أي حد. بس بلوم على بعض المتابعين اللي بيوصلوا لنفسهم صورة وحشة عند الناس التانية. كمثال، لما نلاقي متابع ومتابعة، متابع في البث المباشر بيغلط في متابع تاني، ولما نلاقي متابعة بتدلع متابع وتهشك في متابع في البث، وما تناديهوش باسمه، لا تدلعه باسم دلع. طب انت خليت للناس بره ايه؟ ما اللي هيشوف حضرتك او هيشوف حضرتك كاتبة تعليق لمتابع تاني عشان تغيظ متابع بتهشكيه وتدلعيه، على طول دماغه شمال، هتروح في حتة تانية خالص. تمام. زائد ان بعض المتابعين لما بيدخلوا قنوات بيحاولوا يشقطوا. بعض المتابعين لما بيخشوا قنوات وبيستمروا في القناة، بيستديموا مثلا في القناة، بيحاولوا يشقطوا حريم. ده اللي احنا شفناه. يمكن فضل ربنا علينا محدش يقدر يجيب لنا غلطة، ده فضل ربنا علينا، لان احنا بنعامل الناس كلها اخوات. الاقي متابع ورا كاميرا، انت متابع ورا كاميرا، بتحضر بس عندي، بتحضر بس عند ابو وليد، بتحضر بس عند فلان، عند علان، عند اي حد. الاقي المتابع ده بيرمي شبكة على المتابعات، والاقي فيه بعض الاستجابة من المتابعات للكلام، ونرجع نشتكي ونقول ده فلان بيقول ان انا وحشة، ده فلان بيقول ان انا وحش، او فلانة بتتهمني بكذا، او فلان بيتهمني بكذا. طيب انت اديت فرصة لفلان وفلان يقولوا عليك كلمة وحشة، انت اللي اديت الفرصة. انت كمتابع عندي، كمتابع عند ابو وليد، كمتابع عند ايمن الزوق، كمتابع عند اي قناة، بتخش باحترامك عشان انت شخص محترم وداخل منصة محترمة، فالكل بيشيلك على راسه. بس توصل بيك الامور انك على التكست او في الشات تدي ايحاء للناس ان انت شخص وحش عشان تغيظ مثلا احمد، عشان تغيظ فلان، عشان تغيظ فلان. لا، عيب، ما كنتش انتظرها. تمام. فيا ريت اتقوا مواطن الشبهات. الفانز او المتابعين كلهم اخوات، لما بيحصل خلل زي ده بنلاقي الكل وقع في بعضه، والكل بيقول لك انا ماسك عليها غلطة، انا ماسك عليها غلطة، انا ماسك عليه زلة، وهي بتبقى بحسن نية. بس زي ما قال ربنا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذين في قلوبهم مرض. مش كده برضو ولا انا غلطان؟ يعني حضرتك متابع محترم معايا، حضرتك متابعة محترمة، مش هنقول بقى التوصيف التاني ان انت اخويا او انت اختي او انت ابني او انت بنتي، مش هنقول التوصيف ده. هنقول عيب انك تدي صورة لنفسك وحشة من ناس
تدي انت، محدش بيديها الصورة، انت اللي بتديها. بتدي صورة وحشة عن نفسك للناس. تمام؟ انت بتهزر، هزر، اضحك، بس اضحك وانت في برج عالي. وانت في برج عالي الكل بيحترمك والكل بيشيد بيك والكل يعرف قدرك. ف لاحظت انا حاجة كده، فانا حبيت اتكلم عليها. تمام. يا ريت نلتزم الشات، نحترم الشات. احترامنا لنفسنا هو احترامنا للشات، هو احترامنا لصاحب القناة، لأن صاحب القناة مش هيسمح إن اتنين يغلطوا ببعض. فما توصلش انت صاحب القناة، وما توصلش نفسك لصورة وحشة، وصورتك الوحشة يقولوا القناة نفسها مش محترمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.